السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة لا كالعادة الكاميرا ما يقد يقعد قدامها ولا ورا الميكروفون ما هم الأذكياء الأولياء. نحن المسلمين الأذكياء نطلق عليهم أولياء، لأن الذكاء ينجبر في الجماد، والذكاء ينجبر في الحيوان، والذكاء ينجبر في الكفار. ينعود في الإنسان المسلم نطلق عليه ولي من أولياء الله. والأولياء هم اللي يقعدوا يقعدوا قدام الكاميرا والميكروفون يقعدوا ما ينفضحوا أبدا، لأنك ما يتربوا لي أبدا واكل قيمة حد، ولا هم نمم عليه، ولا هم نجوس عليه، ولا هو قايل خبر كاذب يكذب واحد ثاني، ولا هو متوشوش أبدا، ولا هو منافق، ولا هو مطبل. لا يتجبروا عنده شي من الأفكار وشي من الحكم وشي من الفتاوى وشي من الاجتهادات، من خلالهم ينهضوا الأمم والشعوب والأوطان والمجتمعات. هذا اللي هو الولي، اللي هو الذكي، اللي هو الولي. نحن المسلمين الذكيان نطلق عليهم أولياء. والذكاء من مارته انه قهوه من هو لحم صقير يموت ما طلعوا كاع ناقص، النواقص ما هم فيه كاع. حافظوا مولانا من بعد ما هو عاصم ابدا، والنواقص مثلهم الجهل. الجهل هو اللي يؤدي للفرقه والخلاف، الجهل هو اللي يؤدي للتشرذم، الجهل هو اللي يؤدي للرخيص، الجهل هو اللي يؤدي للدناء، هو اللي يؤدي لكيل الغيبه والنميمه، هو اللي يؤدي للجوسيس والكلام الخاسر، ويؤدي للنفاق والتطبال والتوشويش. كامل سببه الجهل مباشره. وأمة فيها الجهل أمة ميتة ما هي خالق أبدا. والولي حافظ مولانا من الجهل، وأنا ولي من أولياء الله وذكي من أذكياء الأمة، وعندي مليونين من الشهور زايدين على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، وبثوث حق. يتفضل يراميني بالجهل، يتفضل يتعرض له هو واحد منهم. إذا ما نقلبوا حمار حالا نقول له أنت مالك ولي ولا أنا كذلك. ومع الأولياء الجديد دائما في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس ما هي عارف، هو لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله. تفسير الحديث هو شنو؟ تفسير الحديث إن حد ما يسب الدهر، لأن الدهر، لأن الليل والنهار منقلبهم مولان مباشرة. يقول حد يعني لا يسب شي، يسب الحال اللي هو فيه مباشرة، ويسب الوضعية اللي هو فيها، والأزمة اللي يعيش، وسب الزمن اللي هو مولانا. ذاك حد سب، وسب مولانا معناها انه ينسب مولانا، معناها يسكن عليه ذاك الحال اللي هو فيه مباشرة. معناها ان حد يسب له الوضعية والأزمة والحالة اللي هو فيها، والله اللي الظرفية اللي هو فيها، والله اللي يحمدها ويحمدها ويحمدها. هذا هو. أما السب ما هو قايش حد لا يسب، يسب الوضعية والأزمة والحالة، وإذا كامل يقولوا غير الزمن يخليه عنه أبدا، لأن الزمن هو مولانا، وحد سب مولانا لا يسكن عليك الوضعية وذيك الحالة وذيك الأزمة اللي هو فيه، معناها أنه يبعد بعيد مباشرة. وتو نحن نهر موريتانيا ظهر لما نفسكر ان هذه ازمه الفساد والقوة تحت حكم الاغبياء والمفسدين والعنصريين. ظهر لما لا سب الزمن، ما تجبر حد ما يقول لك ما يسب الزمن مباشرة، يقول له الزمين، يقول له ذاك الزمين كذا وذاك الزمين كذا. شوف ذا هو اللي ظهر لي مولانا انه مسكر علينا هذه الحالة مباشرة. راجي من عند ربنا ان شاء الله، ان شاء الله يقرأها عنا إن شاء الله. وهذه إن شاء الله هو القبور تحت حكم الفساد والأغبياء والعنصريين إن شاء الله، وذيك الفتوى عام 1991 اللي مكنت من الفساد، والعالم تعتقد ورئيسنا إن شاء الله يؤخذ إن شاء الله من ذيك الوضعية إن شاء الله. هو اللي يشوف، هو اللي دار، يعرف ذاك اللي يخلق الموتى هيك الساعة 91، يعرف ذيك العملة اللي بقات هباء منبثة مباشرة، ومشات منها 80% دفعة واحدة، ويعرف ذاك شرائك الدولة ومصالح من عطاو قضوا ونطاو بوقية واحدة. كامل القصد منه شنو؟ القصد منه هو ان ذيك الفتوى نعملوا بها مباشره، انه هو ما تعود ما يعود هو دوله لا كيان، لان دوله وكيان يخلع امريكا مباشره، معناه انه ما فيه دوله ولا فيه كيان نهائي. يقول العالم يتعتق طابو اليوم ويعطينا وقت من الدستور فرق تسود الدستور فرق تسود، ونرجع ان شاء الله للدوله ان شاء الله، ونحمدها ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله للدوله وللتعليم وللصحه ان شاء الله، ونوفى ان شاء الله من فترة التيفاية والتشبشابة والتعاسة كاملة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. لا تسبوا الزمن، الزمن هو الله، وحد سب الله لا يسكن لك الحالة اللي هو فيه، الحالة اللي هو فيها.